الاخوان المسلمين انا مش فاهم هم ايه اللي بيعملوه ده. وزي فاكر احنا لما قلنا قبل كده في حلقة ان هم هيخربوا على نفسهم في الاخر، بغباوتهم هيخربوا على نفسهم وهيتلموا تاني في السجون. واهو أهو بدأت هيتلموا يعني. دلوقتي كل اللي قال ان يلا نروح نعتذر عند وزارة الدفاع، وكل واحد طلع في ميدان جامع ولا في الشارع ولا في مسيرة قال لك يلا نروح الجهاد، ويا نشيل الحكم العسكري يا اما تموت. كل ده هيتلم. وايه حكاية الاعلام السوداء دي اللي موجودة في المسيرات، الاعلام بتاعت بتاعت القاعدة تنظيم دي؟ القاعدة هي حاجة من الاتنين. احا يعني. يا إما دي حركة علشان الشعب كله يخاف ويقول لك تنظيم القاعدة موجود كمان في مصر وبيؤيد الإخوان والحكاية والرواية، فالناس تهرب يا حبيبي ما الظواهري ما وتبعد جه. عنهم. مش الظواهري ده اخو بتاع القاعدة؟ أو ماشي يا عم، يعني هي ممكن تكون ده سيناريو من السيناريوهات، يعني ما تعرفش. ترتيب مترتبة، يعني هي مترتبة بالأسلوب ده علشان الناس دي تطلع ناس بتؤيد الإرهاب، أو إن دول فعلا متواجدين حواليهم. تيجي تحلل بقى السيناريوهين، هتلاقي إن الجيش، لو السيناريو الأولاني هو اللي صح، يبقى ده ترتيب من الجيش والنظام اللي موجود عندنا، إن هما مرتبينها عشان يطلعوا الناس دي ناس إرهابية بتوسع. تبص بعد كده، بص للي حصل بعديها. الناس دي في منها الناس اتضربت بالرصاص، في منها ناس اتمسكت، في حرايق اتولعت في كل حتة. أنا لا أظن، والله أعلم، إن ده يكون ترتيب من ترتيبات الجيش. تيجي تبص من الناحية التانية، تشوف لو هم فعلا كانوا موجودين هم بذاتهم، تنظيم القاعدة موجود هو بذاته، دي حاجة أنا ما استبعدهاش. خاصة إن الإخوة اللي مرشحين للرئاسة أو اللي ترشحوا للبرلمان من الإخوان المسلمين، جابوا الفلوس دي منين؟ جابوا فلوس حملاتهم منين؟ تفهمش. لموا مع بعض، عملوا جمعية؟ أنا ما أظنش. جبتوا الفلوس دي منين؟ امبارح الراجل اللي سأل السؤال قام متوه. والإخوة المشاهدين لو عايزين تشوفوا البرنامج بنفسه، أنا ممكن أحط لكم الجزء ده من البرنامج تتفرجوا عليه بنفسكم، هتشوفوا الكلام اللي أنا بتكلم عنه. اتسأل السؤال بتاع التمويل، توه أول موضوع. لو أنت فلوسك جاية من مكان موثوق شرعي منه شرعي، ما هتتوه يتوهش، ليه؟ هترد ردك على قد الإجابة، على قد السؤال. أما أنت الجواب اللي ما تعرفش أوله من آخره، يبقى أنت كذاب، كذاب أو مخبي حاجة.